اهلا بكم في برنامج العالم والفيلم. اشتراك ولايك وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. فيديو النهارده عن ناقد رياضي هشام رشاد. ده ناقد رياضي زملكاوي متعصب، دايما بيحقد وبيغل تجاه النادي الاهلي اللي عملوا مرض نفسه وعملوا نفسي وعملوا نفسه مش طبيعي. واحد بيعمل تعصب وفتنه في مصر ومنبع للتعصب فتنه في مصر. طبعا شخص كاره وحاقد وغلاوي جدا تجاه النادي الاهلي اللي عملوا مرض نفسه وعملوا نفسي وعملوا ده نفسها بجد. يعني طبعا هو بيحب يسير الجلبه كما تعصب فتنه وبيحب الترند والله. طبعا هشام رشاد طبعا هو بيقول كلام بشع عن النادي، كلام غير محترم، كلامه بينم عن التعصب فتنه في مصر. طبعا بيقول كلام كله كذب وافتراءات عن النادي وحاجات اصلا مش موجوده على ارض الواقع، حاجات اصلا من وحي خياله. فواضح الاهلي عملوا مرض نفسه وعملوا نفسي وعملوا ده نفسها بجد. يعني طبعا هشام رشاد طبعا هو ب 100 وش بتراوي، ما عندوش شخص اصلا، ما عندوش مبدا في حياته، في ترسم نافع ومدرسه كده وبيقرا وبيغل وبيحكي. والشر ما بتوجه النادي عمل مشكله عمره عدم السنين لانه بيكره وبيغل تجاه نادي الاهلي. طبعا يا فيجو بجد والله العظيم حاجه في منتهى الحقد والغل وحاجه في منتهى الكذب وحاجه غير محترمه، حاجه بتاعت تعصب فتنه. تعالوا شوفوا كده. إمام عاشور هو سبب الفجوة الكبيرة اللي حصلت ما بين جمهور النادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب. يعني والله عايز اقول لك هشام رشاد الاهلي هيفضل مجننك وهيفضل مربي لك خفيف. هشام رشاد طلع بيقول ان اهم زي يقول لك ان امام عاشور اللي واجعهم دايما على طول، بيقول ان امام عاشور هو اللي عامل فجوه ما بينه وبين جماهير الاهلي وكابتن محمود الخطيب. يعني واضح ان دايما امام عاشور دايما هيفضل واجعكم، هيفضل واجعهم دايما، لان هو بيقول كلام كله كاذب، كله كلام كله كذب في كذب، لان هو مش لاقي حاجه يقولها. هو بس هدفه الحاجه الوحيده ان هو امام عاشور وجعه والصفقات الثانيه واجعينه جامد قوي قوي قوي. فعايز اقول لك يا شباب الاهلي دايما هيفضل مربيك ويفضل مجننك ويفضل وجعك ويفضل عامل لك عقده نفسيه. طبعا هشام رشاد قلت لكم هو بيحب يصير الجدل بجنب تصفيتنا وبيحب الترند والله. طبعا هشام رشاد طبعا هو كاره النادي الاهلي وحاقد على النادي الاهلي. هشام رشاد اعرف حجمك قبل ما تتكلم عن النادي الاهلي. استنوا في حلقه بكره برنامج العالمي. السلام عليكم. رايح للأهلي أنسى وارجع فرحان أهلي كسبان.